جريمه. وزير الداخليه كان امين بعد فضل الاعتصام في تحديد الاسلحه التي وجدت، وهذه كانت خاطئه. خطيئه دي الخطيئه الثانيه اللي وقع فيها اداره الاخوان من وجهه نظري. ان هي الخطيئه الاولى هو العنف اللفظي والتكفير والاقصاء. طيب. اللي جمعوا حولهم جماعات وحركات كلها تكفيريه والالفاظ اللي اتقالت. والخطيئه الثانيه اللي وقعوا فيها هو ان سمحوا لحاملي السلاح ان يدخلوا زي ده عملوا دي خطيئتين وقعوا فيها. لكن ده الجريمه يا استاذ عماد في القانون مواجهه المجرم. المجرم لا يعطي حق للدوله ان تقتله، تقبض عليه. وانا فرقت بقى. حضرتك دارس قانون. القانون الجنائي يا سيدي سنه الصادر سنه 1937 يقول، معلش انا حافظه بقى دي، انه اذا كان يحمل السلاح في يده وهو ليس في حالة اشتباك تطلب منه انه ينزل السلاح. ماشي كل ده. اذا ابتدى يرفعه تنذره باطلاق النار. صحيح. اذا وضعه مواجهة تطلق عليه النار. اين بقى تطلق عليه النار؟ تطلق عليه النار فين؟ تقتله ولا تطلق عليه النار؟ هو القانون انا عارف كل ده.